أيها السادة والسيدات، أعرفكم اسم نائب بحر ومدير مكتب نجم ومسؤول الأمن كرم. أتقنوا عملكم فأنا لن أنجح من دونكم. اعتني بلباسك قليلا يا كرم، عملك يقضي أن تكون حسن الهندام. سأقضي عليك بسهولة هذه المرة أيها الرئيس الصخر. لا تخافوا، الرئيس الصخر هنا. صخر، تحركوا. ما بك أيها الرئيس صخر؟ هيا استيقظ. أنا كنت من؟ كرم؟ ما الذي يجري؟ تعال وانظر إلى هنا، سيطر مهران على المدينة. ما هذا الذي أراه هنا؟ هذه الوحوش يا سيدي من عمل السيد مقصود، لا أحد غيره. لقد أحضرتها إلى هنا خصيصة قبل أي شيء حتى يرى الحاكم أخطار الهندسة الوراثية العشوائية. اسمع يا مهران، لن تقترب هذه الوحوش من السيد الحاكم. لقد صممت هذا المكان المحكم بنفسي، لن يستطيع أحد أن يخترقه مهما فعل. سأقنع السيد الحاكم بمخاطر اختراق هذه المورثات المرعبة. كن على حذر، لقد أحبوك. في هذا اليوم سأقدم قلادة الشرف إلى العالم المشهور الذي يقف بينكم والذي تفخر به جامعات الأمم العلمية قاطبة، السيد الدكتور مهران، وذلك تقديرا لخدماته في علم المورثات. هذا نفاق، هذا جنون. نحن لا نعترف بالسيد الحاكم. هاي انظروا. أشكرك أيها الحاكم. ستكون الهندسة الوراثية أمرا خطيرا جدا إذا كانت بأيدي الدكتور مقصود، فهو الرجل الذي حول أبنائه الأربعة إلى قروش برية لا يستطيع أحد أن يسيطر على شيء. هذا غير صحيح. لماذا يفعل أبي هذا؟ إنه يا كاذب، له من مخادع دجال. أنا من سيريه. هدئوا من روعكم. هدف الدكتور مهران هو أن يؤلب الحاكم ضدنا. لن يتم اللقاء بيننا، ذلك العفن. من الذي سيكرمه بعد الحاكم؟ إنه يكسب الحاكم الآن. لن يدوم هذا طويلا، سيكشف أمره. اهدأوا يا شباب، إن الدكتور مهران يخطط لأمر ما. لماذا يأخذ تلك المخلوقات إلى العاصمة؟ هذا ما يجب أن نعرفه، صحيح؟ ولكن كيف؟ نحن لا نعرف مقره بعد. نعم، لذلك علينا أن نبحث عنه. أشم رائحة مخلوق غريب. نعم، وأنا أشم رائحته أيضا. إن رائحته كرائحة العفن. إنهم قادمون. أيها الجراد، لا يعجبني أن أراك اليوم. هكذا إذن أمر غريب. أنا سعيد لأني رأيتكم، وقد اختلفت مع الدكتور مهران لأنه يعاملني كما يعامل سمكة قرش جرباء. إذن هل يمكنك أن تدلنا على مقره السري؟ نعم يمكنني، بكل سرور. سنبعد هذه الحشرة عن عمله. هيا اتبعوني، الطريق من هنا. هذا يوم فرحتي، حوله إلى برادة حديد. إنه مقفل. إذن دعوني أجرب.
ادخلوا. قاله الدكتور مهران ثم ندمر هذا المكان. بل لقد وقعنا. لنخرج. أكاد لا أصدق ما حدث. وقعتم الآن يا قروش البر. كنت أتوقع مجيئكم إلى هنا للتجسس علي. لن تستطيعوا الفرار من هذا القفص الذي يبلغ عرض جدرانه 60 سنتيمترا. يمكنني الآن أن أطلعكم على أحدث انتصاراتي والتي أسميها غسل المورثات. لنزعنفه يا شباب. أما إذا استطعتم الفرار من هنا فسوف تجدون المدينة كلها تحت إمرتي، لأن حاكم هذه المدينة سيكون تحت سيطرتي. أيها المجرم! مهمة اختراق مورثات الحاكم قد تكون مكشوفة ويعلم الناس بأمرها، أما مهمة غسل المورثات فلا يمكنهم كشفها أبدا. عندما أقوم بتجاربي الكثيرة هذه على هذا العدد الضخم ستكون الاحتمالات مذهلة. الوداع يا قروش البر. ما هذا؟ الجدران تضيق علينا. من يخرج أولا فله مكافأة. هجوم مرتش. تأثيركم ضعيف جدا، لن يجدي ذلك نفعا. أشعر بصداع. أخشى أن تكون قد أصابتني إحدى المورثات من الدكتور مهران. الدكتور مهران عبقري، يستحيل أن يكون السبب. لم أقل إنه السبب. ها؟ كيف دخلت إلى هنا؟ ألم يخبرك نائبك؟ أحضرت بعض هذه الوحوش المشوهة لكي ترى الهندسة الوراثية في أسوأ حالاتها المرعبة. كنت مشغولا جدا يا دكتور مهران. أيها الحاكم، ماذا؟ ستأتي معنا. ما الذي تحدق به؟ هذا لا يهم. راقبوهم جيدا يا رجال. ما هذا؟ اتركوني! باسم، استدعي أنيس بسرعة! لا أستطيع أن أفعل. باسم، لما لا تستطيع؟ هذا هو تأثير تجربتي الأخيرة المسماة غسل المورثات أيها الحاكم. لا يمكنك كشفها، وعليك أن تضيف إلى معلوماتك أن هذه التجربة كانت خصيصة لك. اسمعوا يا أصدقاء، هذا غير نافع. لنزعنف هذا القفص. نعم، ولم لا؟ نعم. ضربة الظهر. ضربة الظهر. ضربة الظهر. ضربة الظهر. حسنا، حان وقت الطعام. خذ ذلك معك أيها الأكول. علينا الوصول إلى العاصمة. هدأ أعصابك أيها الحاكم. سيقوم نائبك باسم بعمله على أكمل وجه في أثناء غيابك، فلا تقلق. ستكون أنت تجربتي الأولى، وبعدك سأجري تجاربي على عدد كبير من مواطني هذه المدينة. لقد صرنا فوق المدينة الآن، لكن لا يمكننا الاقتراب أكثر خوفا من أن يطاردنا بالطائرات. احذروا، نحن مراقبون. هيا بنا، التوقف الأول في المقر. ماذا؟ أرى هنا أشرطة قديمة. لمن هي؟ لعلها تخص الحاكم. لا يهم. انظروا، هذه خريطة المقر. يبدو أننا وصلنا. نعم، وصلنا إلى المكان المطلوب.
أشم رائحة شيء كان هنا. اقبضوا عليهم. من أنتم وأين السيد الحاكم؟ نحن من يجب أن يسألكم عن ذلك. هيا قيدوهم بسرعة. لن أسمح لكم بهذا، وخاصة أنت أيها اللئيم. اهدأ يا كرم، إنهم يقومون بواجبهم. ما من أحد هنا؟ هي، إلى أين أنت ذاهب؟ سأذهب لإنقاذ الحاكم. الحقوا به. لن توقفني يا مهران، إنه نفق سري. عرفت المكان. لا تستحق قلادة الشرف يا مهران. ما هذا؟ وجدتك أخيرا. هل أنت بخير أيها الحاكم؟ إنه صخر، أمسكوه. أرجو المعذرة أيها الحاكم، سأعرفك نفسي. يدعوني الأصدقاء بصخر. تسرني رؤيتك. كل عدو لذلك المجنون هو صديق لي. كنت سأستخدم هذا أيها الحاكم لينتهي بك الأمر هكذا، ولكن يبدو أنني سأستخدم هذا كي ينتهي بك الأمر إلى شيء أبشع من هذا. لا تقترب من الحاكم. اسمع، واجهني يا جبان. يبدو أنك مخلص، لكني عاهدت نفسي أن أكون مخلصا لذاتي، ولكنك تنسى أنني رهنت نفسي لهذا العلم. علم المورثات الذي يستجيب لندائي سوف يقدم إلى الجميع طفرة في تحول مورثاتهم. تهيأ يا سعادة الحاكم، سيسجل اسمك الآن في كتب التاريخ. أنت أول حاكم تخترق مورثاته. ستكون مثالا تحكم على طريقتي الخاصة. لا تفعل ذلك. من سوء الحظ أن الناس لن يقبلوا بك حاكما بعد ذلك، لذلك سوف يأخذ باسم مكانك الآن. ما الذي فعلته بي؟ وثبة القرش. أوقف ذلك القرش، أحذرك الآن يا طعان. سأفعل بك ما هو أسوأ من ذلك. تحرك. سيدي نائب الحاكم، قريبا جدا ستكون الحاكم. من هنا لو سمحت، تفضل. يجب أن تصدقونا، الدكتور مهران هو من خطف الحاكم، سيجري عليه تجربة غسل المورثات، صدقوني. حسنا، إنني أصدق ما تقول. هيا خذوهم. ما الذي يجري؟ لقد خطف ذلك القرش الحاكم، أمسكوا به. إلى متى سننتظر؟ يجب أن نخرج بسرعة. قوة القرش. مناسب. لا تطلقوا النار أيها الأغبياء، ستصيبون الحاكم. توقفوا عن ذلك. توقفوا، أنتم تثيرون جنوني. شجاعة الخروج. هيا بنا نبتعد عن هذا المكان ونناقش الأمر. لكن ليس إلى أعماق الأرض أرجوك. أشكرك يا صخر على شجاعتك، لقد أنقذتني من ذلك المعتوه. كان هذا شرفا لي أيها الحاكم. احم. ألن تقدمنا إليه؟ نعم، إنهم إخوتي بحر وكرم، وهذا الخجول نجم. أشكركم أيها السادة جميعا. سمعت أنكم خارجون على القانون وتثيرون الشغب والفوضى في كل مكان. أما الآن وقد فهمت الأمر على حقيقته، فسأصدر أمرا لأنيس بحبس مهران طول حياته. انتظروا. أظن أنك تعلم أن لدي أسلوبا جديدا في غسل المورثات. نعم، ولكنني لم أفهم. جيد.
إن قروش البر هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بهذه التجربة، وسينفذونها على الحاكم إن لم يكونوا قد نفذوها حقا. سيدي نائب الحاكم، ماذا سنفعل بهم؟ علم المورثات علم خطير جدا، وأهدافه كثيرة، منها الجيد ومنها السيء. اسمع كلام الدكتور فهو يعلم أكثر. إذا بدأ الحاكم بتوجيه الاتهامات إلينا ودافع عن قروش البر وعمل بتوجيهاتها، فهذا الأمر يعني أنه قد تعرض لتجربة غسل المورثات. ولكن من يدري على ما سيجبرون الحاكم أن يفعل؟ يجب أن تعتقله يا أنيس، سيكون مصدر خطر علينا، وعندئذ نائب الحاكم سيتولى الأمر. شكرا. ما رأيكم؟ لن نقبل بهذا. المجرم لا يفهم إلا لغة الضرب. أنا أقترح أن يودع في السجن المؤبد. أغلق الباب جيدا. لماذا؟ ماذا يحدث؟ لماذا هذه الأشياء؟ إن الباب مصنوع من الفولاذ. نعم. لكن لم أفهم بعد. اهدأوا، لقد وصلوا. أعلم أنكم في الداخل يا قروش البر، والحاكم معكم أيضا. افتحوا الباب وإلا فإننا سنفجره. هل هناك ممرات سرية تحت المقر؟ لم تعد الممرات سرية بعد الآن. اسمعوا، كنت سأخرج إلى هناك وأقول الحقيقة عنكم، لكني الآن أشك فيكم. توقف! إذا قال إن قروش البر لم تخطف فاعلم أنه معهم. اقبضوا على قروش البر، فهم الذين خطفوني. بسرعة، إنهم يهربون. سمعتم الأمر، لا تقفوا هكذا، لنقبض على قروش البر. سيدفع طعام ومكار ثمن ذلك، إنهما سبب هذا. إنها متاهة. وما العمل الآن؟ الشارع مزدحم، لن نستطيع أن نخرج من هنا. سننتظر قليلا. سنلتقي مع الحاكم في وسط المدينة، علينا أن نسرع. ولكن أين هو المكان؟ إنه مكان عال يشبه قلم الرصاص، هل تراه؟ أرى منزلا كبيرا فوق تل. ذاك هو المقر، هيا بنا من هنا. إنهم هناك. هيا بنا نذهب يا كرم. أسرعوا قبل أن يصل أنيس ورجاله. وجدت مطعمنا. كيف تفكر في الطعام في وقت كهذا يا كرم؟ أنا دائما أفكر في الطعام. إنهم يقتربون منا، دعونا نهرب. هذا الصوت ليس غريبا. صوت مركبة بسيط. بسيط يا صديقي، استدر وعود إلينا. حاضر، الآن. هي بسيط، يجب أن نذهب إلى مقر الحاكم في الحال. إنه خلفكم، هيا بنا. أنا سعيد جدا برؤيتكم. سيدي الحاكم، هذا صديقنا الطيب بسيط. أعرفك السيد الحاكم لهذه المدينة. أهلا بك. لقد أقنع الدكتور مهران نائبي الذي غسل مورثاته أنني إن أظهرت في سلوكي الدعم لكم أيها الأبطال فسوف يبعدونني عن منصبي ويجعلون نائبي باسم يأخذ مكاني. شكرا لك سيدي الحاكم، لقد خاطرت بنفسك من أجلنا. لا تقلقوا، لقد أقنعتهم أني نسيت كل ما أعرفه عنكم، لكن أقل ما يمكنني فعله هو أن أحضر لكم هدية بسيطة، بعض الشطائر اللذيذة. تفضلوا. أشكرك سيدي الحاكم. كفوا عن مناداتي بالسيد الحاكم، اجعلوني صديقا. حسنا يا صديق. بعد أن انكشفت الحقيقة أمامي، أعدكم بأني لن أستريح يوما حتى يعترف العالم كله بمقدار بطولاتكم وشجاعتكم، ولا سيما أنت يا صخر. إني مدين لك بإنقاذي. شكرا لك. لا، ربما من الغباء أنني كنت أحلم دائما أن أكون رجلا مهما، لذلك سأعيش حياتي هاربا مطاردا. ماذا؟ أنت تنتقص بذلك من قدراتي في الحكم يا صخر. سأصدر أمرا بالإعفاء عنكم، وإذا ما فعلت فمن يعلم، يستطيع كل واحد أن يصبح رجلا مهما، حتى قرش البر.